ازاي تبطل فرجه على السيكو سيكو. انا عارف ان الموضوع محرج ومحرج ليا انا شخصيا، وترددت كتير جدا ان انا اطلع اتكلم فيه، ولكن بما اني هنا بحاول اساعدك انك تطور من نفسك، الحاجه دي من اكتر العواقب اللي هتوقف حياتك حرفيا. والحاجه دي تحديدا معموله بسيستم يخليك ماشي زي الصنم، ما عندكش احساس، ما عندكش مشاعر، كل اللي تعرفه عن العلاقه مع شريكه حياتك مشوه بالكامل. على اساعدك واقول لك ازاي تبطل الحاجه دي. طيب، رقم واحد انك لازم تكون رحيم بنفسك. مش معنى خالص انك وقعت في الحاجه دي انك تكره نفسك، ولكن لازم تعرف يا صديقي ان احنا بشر، والبشر طبيعته الخطيئه وطبيعته انه يسقط، ولكن مش طبيعته ابدا انه ما يقومش بعد السقطه دي. طول ما انت بتحاول في الموضوع ده انك تبطله فانت بطل. اتنين، حذاري ثم حذاري ثم حذاري تقعد لوحدك. حاول دايما تكون مختلط بالمجتمع، سواء مع اسرتك او مع اصحابك الناس الاسوياء. اهم حاجه ما تقعدش لوحدك خالص، حتى لو هتنزل تتمشى لوحدك. تالت حاجه ودي اهم حاجه بالنسبه لي انا شخصيا، انك واسمع دي، تستبدل العاده السلبيه دي بعاده ايجابيه. يعني مثلا تنزل الجيم، تقرا قران او تقرا انجيل. صدقني ده مش ادعاء للفضيله ابدا، لو قربت من ربنا ربنا هيساعدك قوي في الموضوع ده. اخر حاجه ممكن تنزل تطبيق اسمه تطبيق واعي، هيساعدك جدا في رحله الاستشفاء بتاعتك. دايما خليك فاكر ان السقوط ليس هو نهايه، وطول ما انت بتحاول تبقى انت ايه، تبقى انت بطل.